ركنية الآن. باركو هناك عرقلة بالعارضة وهدف هدف 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 عن طريق اللاعب ذو الفقار، عن طريق اللاعب ذو الفقار علي ذو الفقار يونس عبد علي، ذو الفقار يونس عبد علي. وخلينا نشوف هل كان هناك اكو دفع، وذو الفقار يسجل اول الاهداف مع فريق اربيل، واول اهدافه هذا الموسم بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوف بالإعادة، شوف الكرة ارتدت من العارضة وتمركز سليم لذو الفقار، لكن هنا قد يكون نشوف هل سيتأكد من صحة قرار حكم اللقاء. غرفة محاولة من اللاعب هنريك فرناندو الحسن نعيم، خطر الله، جول كمال القرع اللاعب المغربي يدرك التعادل بالدقيقة 80 من عمر المباراة، ويسجل هدف الشخص الرابع بعد أن سجل هدفين في شباك نفط ميسان وهدف في شباك القرمة، بعد كرة وجملة تكتيكية رائعة، كرة على طبق من ذهب. هنا عشاق وأنصار الأمانة، واللاعب كمال القرع يسجل ويدرك التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. كرة جميلة ولا أروع، اللاعب الخالي من الرقابة. شوف الكرة الآن، شوف همام قاعدة الأحمد محمود، محاولة والقرع يلعبها بكل سهولة إلى سقف المرمى ويدرك من خلالها التعادل لفريق أمانة بغداد، يدرك من خلالها التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة.